كانت الساعة قرب 1:00 ليلا، وكان مروان واقفا عند محطة صغيرة للسيارات على طريق يعرف بالطريق سبا الرامة. الطريق طويل مظلم ونادرا ما يمر به أحد. كان عائدا إلى بغداد بعد سفر طويل، لكن سيارته تعطلت فور دخوله الطريق. المحطة خالية والظلام يزداد ثقلا إلا من صوت الريح وحركة لافتة قديمة تضرب الجدار. أخذ يلتقط هاتفه محاولا الاتصال بأحد، ثم أغلق وأعاد المحاولة حتى رن الهاتف. الرقم كان غريبا. رد مروان قائلا: ألو؟ جاءه صوت رجل متعب يتنفس بثقل. مروان سكت، فهو لم يعطي رقمه لأحد، ولم يكن هناك من يعرف أنه على الطريق. قال الرجل: لا تبقى عند المحطة، امش الآن. قبل أن يسأل مروان أي شيء أغلق الاتصال. نظر مروان حوله، المكان خال تماما، وبينما هو يخطو خطوتين سمع ضربا خفيفة على باب المحطة، ضربة ثم ثانية ثم ثالثة. اقترب ببطء، مد يده ليفتح الباب، والهاتف رن مجددا. نفس مروان. نعم. جاءه صوت الرجل بصوت أقوى كأنه يصرخ: لا تفتح، ابتعد عن الباب حالا. تجمد مروان. خلف زجاج الباب ظهر ظل بشري ثابت لا يتحرك. الريح تشتد واللافت تضرب بقوة، لكن الظل ثابت تماما كأنه متشبث بالمكان. أخذ مروان يبتعد، وفجأة انطفأ ضوء المحطة وأظلم كل شيء. عاد الهاتف للرنين. قال الرجل المجهول: مروان، اسمعني جيدا، أنت لست أول شخص يتعطل في هذا الطريق، وهذا المكان ليس آمنا. ارتجف مروان وسأل: من أنت؟ وكيف تعرف اسمي؟ أجاب الرجل ببطء: أنا شخص كنت هنا قبل 10 سنوات وما زلت أحاول الخروج. سكت الرجل. سمع مروان صوت خطوات تقترب من باب المحطة. قال الصوت: أصغي إلي. عندما تسمع 3 طرقات خلفك لا تلتفت، أركض باتجاه الطريق ولا تتوقف مهما سمعت. وبينما يستمع مروان جاءت الطرق الأولى خلفه، ثم الثانية، ثم الثالثة. انقطع الهاتف وبدأ مروان الركض. ركض في طريق مظلم تماما، لا يعرف ما يتبعه، ولكنه يسمع خطوات سريعة ثقيلة قريبة جدا منه. الهاتف رن للمرة الأخيرة، لكنه لم يتوقف. رد وهو يركض. جاءه صوت الرجل: إذا وصلت إلى الإشارة الحمراء توقف. قال مروان وهو يلهث: أي إشارة؟ لا أرى شيئا. فجأة ظهرت إشارة مرور حمراء وسط الظلام كأنها معلقة في الفراغ. توقف مروان. سأل: ها وصلت؟ ماذا الآن؟ قال الرجل: كان يجب أن تتوقف لتعرف شيئا مهما. سكت، ثم أكمل: أنا لست الرجل الذي تتحدث مع، أنا الصوت الذي يسمع آخر من يختفي في هذا الطريق. قبل أن يسأل مروان أي شيء انطفأت الإشارة وانقطع الصوت، ثم سمع تسجيل صوتي جديد في هاتفه. تم تسجيل مقطع جديد. فتح التسجيل وكان الصوت هو صوته، هو مروان وهو يصرخ من مكان بعيد جدا. ثم انتهى كل شيء. وحتى اليوم لم يجد أحد مروان، لكن هاتفه بقي يعمل ويسجل كل ليلة.